النهاردة البسبوسة الصيامي القمر المرملة بأسهل طريقة وأبسط طريقة ومكونات موجودة في كل بيت. هتعملي أحلى بسبوسة. هقولك على كل الأسرار اللي تطلع معاكي البسبوسة قمر ومرملة بالشكل ده، وكمان لو في حاجة عندك مش موجودة هقولك على بديلها. يعني كده كده هتعملي معانا أحلى بسبوسة، يعني بأقل الإمكانيات هنعمل أحلى صينية بسبوسة. يلا نشوف عملناها ازاي. في طبق عميق بجيب كيس بسبوسة من الأكياس الجاهزة بتاعت البسبوسة اللي بتشتريها من أي سوبر ماركت. بنزل بكيس البسبوسة وعليه نص كوباية من جوز الهند الناعم. لو جوز الهند خشن بتفرميه يعني فرمة كده في الخلاط، وبننزل بنص كوباية وعليه كمان نص كوباية سكر. لو مستكترة السكر نص الكوباية ممكن تقللي، يعني تحطي اللي انتي حاباه. وكمان ربع معلقة من الفانيليا ومعلقة ممسوحة من البيكنج باودر، وبقلبهم كده تقليبة حلوة مع بعض. وبعد كده بجيب كوباية زيت ريحته حلوة أو كوباية سمنة نباتي، بما انه البسبوسة صيام النهاردة يعني تستخدمي زيت أو سمنة نباتي اللي يريح. وعليهم كمان نص كوباية اورنج جوس. الاورنج جوس ده انا عصراه في البيت طبيعي خالص، مفهوش اي سكر ولا اي اضافات. طبعا ما عندكيش اورنج ممكن نستخدم الماريندا، ممكن نستخدم عصير تانج، ممكن نعملها بالمية، نعملها باي طعم، اي مادة سائل هتنفع معها. باخد كل الخليط ده مع بعض وبقلبه تقليبة حلوة، اتأكد انه كل حبات السميد اندمجت مع الخليط بتاعنا. وبعد ما بقلبها تقليبة حلوة بكون دهنة الصينية دهنة حلوة من الزيت او السمنة النوعية اللي احنا استخدمناها في البسبوسة، وبنزل بيهم في الصينية. وبعد كده بدخلها التلاجة نص ساعة. بعد ما بدخلها التلاجة نص ساعة، اول ما بطلعها بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة اعلى من المتوسط على حرارة 200 كده، وادخل الصينية على الرف اللي في النص. تاخد حوالي نص ساعة. طبعا كل شوية لو اخدت اللون من ناحية بنلفها على الناحية التانية لحد ما تاخد اللون المطلوب. في حالة انه اخدت اللون من احرف الصينية وفي النص ملونتش، بشغل عليها الشواية وهي في نفس مكانها في الرف اللي من تحت. بشغل عليها الشواية لحد ما تاخد اللون المطلوب. في الوقت اللي البسبوسة بتستوي فيه في الفرن بحضر الشربات بتاعي. في بسبوسة النهاردة عايزين الشربات يكون سخن، شربات يكون سخن والبسبوسة كمان تكون سخنة، مش عايزين حاجة ساقعة وحاجة سخنة علشان تطلع معانا طرية ومرملة وقمر. وكمان السكر بتاعها هيكون مظبوط 100%، يعني مفيش التجزيعة بتاعت السكر الأوفر دي. عندي كوباية سكر وعليهم كمان كوباية وربع من المية، وكمان عليهم معلقتين من عسل الجلوكوز. لو مش موجود عسل الجلوكوز مفيش مشكلة، وكمان عصرة ليمون. وباخد الشربات على النار، وأول ما الشربات يبدأ يغلي بهدي النار على النص، واسيبه على النار من 5 دقايق ل7 دقايق على نار متوسطة. وانا طبعا مش هعمل الشربات اول ما ادخل البسبوسة على طول الفرن، بس اول ما البسبوسة تبدأ تاخد اللون في احرف الصينية على طول انا هعمل الشربات، علشان الشربات يفضل سخن، مش عايزاه يهدي خالص خالص. يعني الشربات كده بيغلي والبسبوسة طالعة من الفرن على طول كده، نسقي بيها البسبوسة كده هتكون معانا قمر، ونتيجة البسبوسة تكون ممتازة. هنا خلاص الشربات خلص، وكمان البسبوسة بتاعتي خلصت في نفس الوقت. فصلت على الشربات وطلعت البسبوسة من الفرن. واول ما تنزلي بالشربات على البسبوسة كده وتقول تش كده، تأكد انك عاملة بسبوسة صح ناجحة 100%. وعلى طول بتشرب الشربات بتاعتها زي ما انتوا شايفين. انا في الحتة دي ما قصتش الفيديو خالص، شايفين في ثانية شربت الشربات. لسه كمان هي محتاجة كمان شوية. طبعا مش هنزل بكل الشربات اللي انا عملته معاكم، انا بس اخدت حوالي نص الكمية، يعني هي ما اخدتش شربات كتير وكمان مظبوط. طبعا مش محتاجة ان انا اغطيها، هي اوريدي مرملة وطرية من غير اي تغطية ولا اي حاجة. بس اسيبها لحد ما تبرد تماما وابدأ اقطعها عشان بس ما تتفرولش معانا. هنا شايفين لونها قمر ازاي، كمان سادة مش من مكسرات خالص. لو اخدتوا بالكم من تقطيعة البسبوسة، السكينة ماشية فيها كده بكل سهولة. ده دليل انه البسبوسة بتاعتنا ناجحة. قمر 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 ملهاش حل. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها زي ما قلت لكم.
ما عندناش اورنج جوس ممكن نستخدم مريندا، ممكن نستخدم مية، ممكن نستخدم اي اضافات انتوا حابين تضيفوها، اي نكهة معينة في المادة السائلة. طبعا السمنة عايزين تضيفوا سمنة نباتي، تضيفوا زيت، بس الزيت يكون ريحته حلوة الموجود عندكم في البيت. ولو حاسين السمنة والسكر كتير شوية ممكن نقللهم كمان، مفيش مشكلة خالص. كل ما هتقلل السمنة هتكون متماسكة اكتر، يعني هي هتكون مرملة بس مش بالشكل ده، هتكون متماسكة شوية. طريقة سهلة خالص وبسيطة، أتمنى تكون عجبتكم. ما ننساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. ولأول مرة يشوف قناتي أتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.